تعال خد ليه ادرى مايل ده؟ ها؟ هترمي ليه هذا الاكل في الزرع؟ معلش يا عم هنغرقك ولا معلش؟ لاقيش مكان ترمي فيه. خلاص يا عم. طب والله العظيم قسما بالله انا مش عارف نعمل ايه فيك. لا انت عيل فقري يا طالع المين يا فقري، هذا ابوك راجل زين. خلاص يا عم. طب يلا من هنا، يلا ايدك وقد ابوك. يا قليلة ادب، برضه الزرع المتكلف ده يرموا فيه الوكل اللي معاه شويه ريش ترميهم هاني، واللي معاه شويه مصارين ترميهم هاني، ده حكاوي قلة ادب. هات يدي عليه طلع لك يا زياد، طلع دقيره زي الزفت. يا ابوي ايوه استناني اروح معاك. هتروحي معاي وبعدين انا بربط من وراك كده انت. احمد جيراني وقعني في الميه من غير ما اكلمه انا ومعدة. ليه تهوش ولا تجنن يا اخ؟ مش عارف انا. يعني انت ما عملتش حاجه؟ لا عملتلوش حاجه يا ابوي. طب انا حطينا عش خلفوه احمد النهارده ما كان عايز يموتك ليه امال؟ ليه صار عندنا احمد يا اخ؟ امال ليه في حق احمد امال؟ لك صار عندنا هتغرق الواد انت زيك ده كنت عايز موت ليه؟ لك حاجه عندنا مدينا فيها انت. طب اهدى يا عم ابو همام، انا هنحترمك وراجل كبير، انت بلاش تعمل كده وبعدين انت في ارضي. ما ارضك ايه؟ ما انت لو هتحترمني اصلا ما كانش عملت كده في الواد. هي في يا ابو عم تفهمني، عايز مشاكل ولا عايز مطيبوت احنا معاك فيها عادي يعني. لو على المشاكل انا على الطلاق ما حد يسدك صادر، لكن والله العظيم كذاب ما تقدر تعمل حاجه. انت كيف تغرق الواد كده؟ طب اهدى يا عم ابو همام، افهم المشوار من البدايه وبعدين لو لك حق رقبتي تحتك. طيب ايه الحق ان شاء الله وريني انت عايز ايه، فهمني يا سيدي. انت يرضيك الخراب. لا ما حدش يرضيه الخراب، بس انت اللي عايز خراب بكدي. لا يا ابوي ولدك كل شويه يرمي زباله في الزرع، والله العظيم ريش حمام علاقه، مصارين فروج حلاقه، وكل حاجه علاقيه، ومش عارف مين العرمه. بالصدفه النهارده هنشوط لقيته ماسك كيسين ورماهم في الزرع يا عم الحاج. هنقول له ليك ده حبيبي وبتاع، وادي لقيت ولدك هب فيي وبعدين انت جاي تعارك معي. طب ينفع الزرع المتكلف ده بالله عليك يرموا في الزباله؟ سؤال واحد، انا مش سالتك قلت لك ليه؟ قلت من غير سبب كان هيغرقني في المي. ايوه وانا عملتلوش حاجه من سنه البرمه. امال مين اللي عرمي؟ انت هتقول مسكته؟ قسما بالله رمى. يعني هو اصلا كذاب وبعدين قاعد وقت ليه محدش يرضى بالخراب والناس جيران. يلا قول روح غور، يلا غور. شايف ولدك هيتحكي في عم الحاج. معلش عيل يا حاج احمد، بس انت برضه كان جيت يعني ردت علي يا راجل، ما ينفعش تغرقه في الميه العيل الدلع برضه. والله ما غرقته قسما بالله، ده انا هنقول خد ياض راح وقع رجله زلفت هنا. والله برضه هنغرق عيل صغير. ما انا استغربت والله يا شيخ، وجاي بصراحه جاي متعصب ومزربن عليك انا، قلت كيف يمسك الواد يغرقه في الميه عايز يموتك. يعني برضه قدامه جاره. السلام عليكم. السلام عليكم. فتلا بركاته. انا شفت ولدك كذا مره يا ابو همام عارمي زباله في زرع الناس.